طب ده كان النوع الاول، ايه النوع الثاني؟ النوع التاني احنا كلمنا فيه اللي هو ليه علاقة برسم الحدود. شروخ ليها علاقة برسم الحدود. الأطفال زي ما قلنا أول ما بيبدأوا مداركهم توسع بيبقوا عايزين يعملوا حاجات كتير قوي، عايز يطلع فوق الترابيزة، عايز ما ينامش، عايز يلعب فيديو جيمز، وإحنا عايزينهم يعملوا حاجات تانية كتير قوي. أنا عايزاه يستحمى وياكل ويشرب ويروح المدرسة على الوقت، وطلباتنا منهم كتيرة وفي روتين لليوم. فكوني أبدأ أحط حدود وأحط عليهم متطلبات المفروض هم يعملوها مختلفة عن اللي هم عايزينه، بيخلق شروخ ليها علاقة برسم الحدود. وده اللي حصل في حكاية رامي لما باباه في الآخر خد منه الفيديو جيم وقفله بطريقة ما عجبتهوش، انتهت بثورة اللي قال له فيها انت مش بتحبني وانا بكرهك. واكيد بابا كان حاسس بالذنب، وفي نفس الوقت عمال يقول انا اديت له فرصه واثنين وثلاثه، ومع ذلك الموضوع ما خلص او ما انتهاش نهايه لطيفه. الموضوع اتقفل على ان رامي دخل ينام وهو بيعيط، وبابا حاسس بالذنب وحاسس ان هو اتعامل مع الموقف غلط. الشرخ هنا اكبر من الحاجات اللي بتحصل كل يوم، وعلشان كده محتاج شغل اكتر.